السلام عليكم، معكم نور القاضي. النهاردة هنعمل طريقة الميني بيتزا، او مش ميني قوي يعني وسط كده. هي الواحدة تكفي فرد، وحلوة قوي في اعياد الميلاد، في المناسبات، كتسالي مثلا، كالاطفال في المدارس، كعشاء بالليل. يعني هي حلوة قوي، والعجينة هشة جدا جدا. وممكن تحطي عليها اي بقى حاجة عندك براحتك. يعني ما تحطيش الحاجة اللي انا هقول عليها، بس دي ممكن تحطي فراخ، لحمة، سوسيس، عايزة تحطي برجر، تحطي جمبري، اللي انت عايزاه. دلوقتي انا عامله كميه كبيره عشان ده كان عيد ميلاد ابني. عملت تسع لا 10 كوبايات دقيق. 10 كوبايات دقيق. تمام. انتي ممكن تعملي من اول كوبايه، من اول كوبايتين، براحتك. تمام. انا عامله 10 كوبايات دقيق. هننخل بقى الدقيق كويس عشان يدخل فيه هوا كده، وما يبقاش فيه اي تكتلات فيه. الدقيق معفر شويه، فعامل بخار كده او تراب كده على الكاميرا. كده خلاص نخلت ال10 كوبايات. هنزل دلوقتي عليهم بقى بكيسين بيكنج باودر. هي يعتبر الكيسة بتبقى معلقة كبيرة مثلا. انتي لو عندك اللي هي العلبة بتاعة البيكنج باودر هتحطي منها معلقتين كبار. ما عندكيش هتحطي كيسين بيكنج باودر. حطيت بقى عليها كده معلقة كبيرة من الملح، لان انا كنت بحط معلقة صغيرة لما كنت بعمل 3 كوبايات. انا عاملة 10 كوبايات، فحطيت معلقة كبيرة من الملح. وهقلب بقى كويس. نسيبها على جنب. هنيجي بقى حطيت مية مش سخنة ومش ساقعة. حطيت كده، ادي كوباية 2. حطيت كوبايتين من المية، مش سخنة ومش ساقعة، يا دوبك تقدري اللي هو تحسي فيها السخونية كده، عارفة اللي هي ساقعة بس فترة يعني كده. هتحطيها كوبايتين كبار من المية. طبعا مش ده اللي هنعجن بيه، احنا هنحتاج تاني. وحطيت 3 اكياس من الخميرة الفورية. حطيت بقى دي معلقة. حط كمان معلقة، 2، 3، 4، 5. كده 5 معالق صغيرة من السكر. يعني ممكن تحطي 3 معالق كبار من السكر. اقلب بقى كويس لحد ما الخميرة كده تدوب. ونيجي بقى على المكونات الجافة، اللي هي كانت عبارة عن دقيق، بيكنج باودر، ملح. هحط على كل كوباية دقيق، انا عاملة 10 كوبايات، هحط عليهم 10 معالق زيت كبار. يعني عملتي كوباية عليها معلقة زيت، عملتي 2 معلقتين، 3 3 معالق. على كل كوباية هتعملي معلقة واحدة من الزيت. انا حاطة 10 معالق زيت. على فكرة نفس العجينة دي اللي بعملها، العجينة اللي البيتزا اللي هي الكبيرة العادية، هي. لا بحط بقى لبن ولا زبادي ولا بيض ولا اي حاجة من الكلام من ده.
خليكم مقتنعين ان البيتزا اللي بره الجاهزه مش هيكلفوها لك زي ما انتي فاكره، يحطوا كلام من ده. احنا ممكن نجود في البيت بس مش هتطلع نفس طعم اللي بره. يعني احنا ممكن نزود بقى القيم الغذائيه، نحط بيض، نحط زبادي، لبن. دي حاجات مننا احنا عشان نزود القيمه الغذائيه، بس ما تطلعش نفس اللي بره. ممكن تطلع احلى وممكن ما تطلعش. بالنسبه لك ما يبقاش ده اللي احلى، انتي برضو مقتنعه ومتعوده على طعم البيتزا بره. فانا بعملها بنفس اللي بيعملوها المحلات. مش هيكلفوها لك، لانها بالنسبه لهم هتبقى تكلفه غاليه عليهم. انا بعملها زي اللي بره العجينه بالظبط. هحط بقى معلقه، 2، 3. حطيه 3 معالق من لبن البودر، متحطيش لبن عادي. ما توفرش عندك اللبن البودر، ما توقفيش نفسك وعادي ولا اكن في اي حاجه. اشتغلي زي ما انا شغاله كده، ما تحطيش لبن بودر. هو اللبن البودر بيديها اللون، بيبقى من جوه فاتح شويه. تمام. هنعجنها بقى كويس بالميه الفتره، هتفضلي تحطي عليها ميه لحد ما تلاقيها ولا بتلزق ولا سايبه من ايدك. يعني بتلزق وتقوم سايبه، فاهماني؟ فما تبقاش لازقه في ايدك، تمسكيها تلاقيها لازقه وطريه كده بتلزق في ايدك، او تلاقيها سايبه كده من ايدك ناشفه. لازم تكون وسط عشان تبقى عجينه مظبوطه. وتسيبها تخمر بقى في حته ضلمه، وتحطي عليها حاجه كده، وتكون الجو كده دافي. وبعد مثلا في الصيف، هي بتقعد معايا في الصيف نص ساعه او اقل كمان. انما في الشتاء بتقعد معايا من ساعة لساعة و10 دقايق. هندهن بقى الصواني زي ما قدامك كده. مش لازم صواني بيتزا، ممكن صواني عادية اللي عندك. اهم حاجة هتدهنيها بالزيت، وبعد كده هتجيبي دقيق تعفريها بقى وتلفي يمين وشمال والزياء، وتهبدي كده الصينية على اي حاجة عشان تنزل اي دقيق زائد. العجينة بقى ممكن تحطي العجينة تعمليها بيتزا زي ما بقولك كاملة، وممكن تعمليها بقى احجام صغيرة. يعني تعملي بطريقة كور كور، وتبططي وتحشيها زي الكبيرة بالظبط. ده كان عشان عيد ميلاد، زي ما انتوا شايفين. هعملها قطع صغيرة. انا بس بعفر دلوقتي كل الصواني. هنيجي بقى عن ادي العجينة. انا ما قطعتش اي حاجة ولا دبلشت حاجة عشان تشوفوا يعني بالظبط. يعني ما عملتش حاجة من ورا الكاميرا، انا عاملاها قدامكم خطوة خطوة. انتي بقى عايزة تجري الفيديو عشان الباقة بتاعتك او كده، براحتك. عايزة تتفرجي بالتفاصيل براحتك برضو. زي قدامكم كده انفرادها. انا مش بحب الميني تكون صغيرة قوي. يعني صغيرة قوي دي بصراحة ما بتشبعش. وفي اعياد الميلاد يعني واحدة ما تبقاش كده كافية. احط في الحجم ده، بحط الواحدة للشخص بتبقى يعني بتكفي وبيشبع اصلا، ما بيبقاش عايز ياكل حاجة تانية خلاص. وفي نفس الوقت انا مش بعمل مثلا البيتزا اللي هي الكبيرة بتبقى سنتي. تمام. طب لو عايزه اعمل البيتزا الصغيره دي، في ناس بتحبها رفيعه ممكن تعملها اقل السمك، اقل من سنتي. انا بحبها من اللي هي التخينه الحلوه كده كانها قرصه كده. بحبها تبقى ازيد بالسنتي، حاجه بسيطه زي نفس السمك اللي قدامكم ده. هعمل بقى كله بنفس الحجم، وتعالوا بقى نعمل الحشو مع بعض. جبت صلصة بقى عاملاها على النار.
صلصه وتوم وشويه ميه وشويه زيت وحطيت عليها كمون، فلفل اسمر، ملح، توم باودر، بصل باودر، وسبتها تتسبك. وبعد كده بس سبكت دهنت بيها وش البيتزا من فوق. معلش انا عندي برد، فانا تحس ان انا خانفه شويه كده، مش عارفه اتكلم. نيجي بقى الحشوة: طماطم، فلفل، زيتون، لانشون، عندك بيبروني حطي، عندك سوسيس حطي، ما عندكيش لانشون حطي سادة طبعا، عندك فراخ. بس هي يعني اللي يفضل الحشو اللي انا بعمله ده في الاعياد الميلاد او المناسبات كده يعني. انما لو هتعمليها في البيت لاطفالك ممكن تزودي فراخ، ستريبس، تزودي بانيه، تزودي برجر، جمبري، سوسيس، نقانق، الحاجات دي كلها حلوة. طبعا في البيتزا الكبيرة انا ما بحطش الجبنة معاهم، بحط الجبنة بعد ما تخش تاخد نص سوا، بطلعها احط عليها الجبنة الموزاريلا، وبعد كده ادخلها الفرن تتحمر من فوق وتاخد وش. انما الميني بيتزا انت بتحطي كل حاجة طبعا. وخطوة اساسية جدا جدا جدا، اوعى تنسوها: بعد ما تفردوا العجينة بتخرموها بالشوكة عشان ما تفركش معاكوا قوي وتنفخ قوي معاكم. حطيت بعد الحشو جبن الموزاريلا، ندخلها بقى الفرن. طبعا الفرن بيكون سخن قبلها، وبنحطها في الوسط، وبعد كده بتطلع بنفس الشكل. ما لقيتهاش اتحمرت من فوق بتطفي من تحت اول ما تاخد لون ذهبي، وتولعي من فوق، وده بيبقى شكلها تحفه تحفه تحفه. العجينه قد ايه، انا مش عايزه اوصفلك قد ايه هشه، قد ايه هشه، طريه جدا جدا جدا، والطعم تحفه. بجد جربوها، واوفر كتير من بره. مش عارفه الكيلو باين بقى غالي، دي ما خدتش حاجه معانا، وكل حاجه في البيت تعتبر يعني. وبتعمل معايا كميه كبيره قوي. يعني انا متهيألي لو كنت عملتها حجم اصغر من كده كانت هتعمل معايا كميه اكتر من كده بكتير. انا عامله الواحده مثلا بحجم 3 من بره، اللي هي الميني. جربوها وقولولي، والف هنا وشفا.